معاك كرسي اهو. خد يا عم. سالم. نور يا دكتور احمد. ابو منصور. متابعي مصر توداي في كل مكان، اهلا وسهلا. ابو منصور. لايف جديد. هو هنا. يمكن احنا النهارده موجودين داخل المؤتمر التعريفي للقائمه الوطنيه المرشحه لمجلس الشيوخ. يعني كان بحضور سياده اللواء خالد سعيد، نائب امام، نائب مجلس النواب، نائب المنصور، نائب مدينه عوس، يعني كوكبه من السياسيين والمرشحين تحت رعايه سياده النائب عبد الله لاشين عضو مجلس النواب دكتور عمرو العنصري. يمكن المؤتمر النهارده موجود في قامات كبيره من السياسيين على مستوى محافظه الشرقيه، منهم الدكتور محمد سليم امين عام حزب مستقبل وطن ومحافظه الشرقيه. المؤتمر التعريفي كلنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب، صدق الله العظيم. اسمحوا لي في البدايه ان انا بتوجه بكل الشكر، كل التحيه وكل التقدير لصاحب الدعوه الكريمه آل الأعصر بالكامل، السيد اللواء عبد الله لاشين، اخويا الغالي اللي تربطني بيه علاقه بعيده عن اي مناصب، علاقه شخصيه طيبه. دمت في حياتنا كده اخ عزيز يعني ان شاء الله. تحياتي واحترامي واجلالي لكل اهل ابو كبير، مركز ومدينه ابو كبير، في شخص الحضور الكرام اللي موجودين النهارده. هذا المنتدى او الحفل اللي اتعمل النهارده من اجل ان احنا نجتمع مع بعض، من اجل ان احنا نشوف بعض. وانا هاخد من كلام زمايلي اللي اتكلموا قبل كده، الكلام القديم، ولكن قبل ما اتكلم بس حابب اوصل لحضراتكم انا بس هاخد من وقت حضراتكم ربع ساعه. فبعد اذن حضراتكم بس التشابك اللي ورا ده بس عشان نسمع بعض. حابب قبل ما اتكلم بس اقول ان مركز ومدينه ابو كبير من احد البلاد اللي لها معزه في قلب انا شخصيا. كل شمال الشرقيه بالكامل بتربطني بيهم علاقه طيبه، لان انا اتفق النهارده ان شمال الشرقيه حرمت كثيرا من خدمات الدوله. كان دايما مسؤولين الدوله السابقين بتنتهي محافظه الشرقيه يمكن هنا عند هي الجزء اللي تحت ده بالكامل ما كانش بياخد نصيبه في خطه الدوله كويس. الكلام ده لما انا شفته، يعني انا طول عمري عايش في فاقوس، ولكن ما كانش بتربطني بايه؟ الجهاز الاداري للدوله اي حاجه، فبالتالي ما اعرفش اللي جوه الكواليس ايه. ولكن لما شفت لقيت ان المنطقه دي بدأ من ابو كبير كده لغايه صنع الحجر في مركز الحسينيه بينقصها كثيرا من الخدمات، وكل فلوس الدوله بتوجه لوسط وجنوب الشرقيه، اللي هو المنطقه اللي بيبقى جاي منها المسؤولين بيشوفوا الشرقيه. ومن هنا ارتبط ان النهارده في علاقه طيبه ان احنا نربط شمال الشرقيه النهارده بالدوله وتلقى خدمات الدوله. ومن هنا جه ارتباط للناس في شمال الشرقيه، فان شاء الله يبقى ارتباط خير وارتباط على اسس متينه سليمه، وربنا يوفق الجميع للصالح العام. انا بس هتكلم في الكلام اللي اتكلموا زمايلي وهتكلم بصوره ثانيه. هو طبعا كله اتكلم على دعم الدوله المصريه ودعم مؤسسات الدوله المصريه، ولكن انا هفسر الامر بس بشكل بسيط. العالم اللي احنا عايشين فيه 193 دوله، احنا دوله منهم، احنا دوله من 193 دوله. العالم النهارده بتربطه مع بعضهم ال 193 دوله دي هي المصالح.
وليس أي حاجة تانية غير المصالح. أي حاجة تانية بتسمعها على الميديا ده كلام مش مظبوط، مش دقيق. اللي بيربط الدول ببعضها هي لغة المصالح. انتهى عصر النهارده ان يتقال لك ان في دولة صديقة، دولة شقيقة، دولة عربية، دولة إسلامية، وتعمل معاك النهارده ديل على هذا الأساس. مفيش الكلام ده. الكلام النهارده اللي بيربطك بالآخر هو لغة المصلحة. ولازم نعترف النهارده أن الأمريكان واليهود متحكمين في العالم من فترة ليست بالقليلة، ورسموا خريطة لل 193 دولة، والخريطة دي اتعملت في 2004، وكل دولة احنا عايزين منها ايه؟ طب هو النهارده اللي رسموه في 2004 بدأ يتحقق؟ لا، ده هو اتحقق بالفعل في كثير من الدول اللي هم رسموا لها المخطط ده. كل دول منطقة الشرق الأوسط النهارده اللي حوالينا، وفي بعض الدول الغربية النهارده، يعني روسيا وأوكرانيا دي متخططة. كل دول منطقة الشرق الأوسط ما أريد لها تم تنفيذه بنسبة 100% عدا دولة مصر العربية. والعراق بقى عراق كان متخطط لها من 2004 إن ما تبقاش عراق، يبقى في 6 مذاهب مختلفة بيقتلوا في بعض، والجيش يتسرح ويحل مكانه قوة شرطية. ما تقدرش تعمل أي حاجة مع أي دولة النهارده تستباح أرض العراق. واللي بيروح ما بيرجعش إلا بعد 100 سنة. فما بقاش في عراق. هي سوريا بقت سوريا باللي فيها ده بقت سوريا، ما بقتش سوريا. بتخطط لها من 2004 النهارده إن إحنا اليهود تاخد لغاية جبل الشيخ عشان تأمن جنوب إسرائيل من أي حاجة موجودة عند سوريا ما تطولهاش. وخدوا لغاية جبل الشيخ. الراجل اللي ماسكها ده صناعة أمريكية، استغلوه في فترة من الفترات النهارده في غرض ما، وهو الوقت موجود عشان يكمل بقية المخطط اللي ضد سوريا. هو في سوريا كانت 22 مليون، كان في منهم 11 مليون رجال و11 مليون سيدات. الرجال النهارده كانوا بيبقى النهارده ال 11 دول نصهم أطفال ونصهم عجائز. يعني القوة الفاعلة في سوريا كانت 6 مليون. النهارده مات منهم 3 مليون. وفي 1.5 مليون قعيد من ال6 مليون اللي هم القوة الفاعلة في الدولة. بقى في سوريا؟ ما بقاش في سوريا. النهارده تركيا بتعمل كأن النهارده دي ولاية عندها، بتخش سوريا تعمل اللي هي عايزاه وتخرج. إسرائيل بتعمل اللي هي عايزاه. وفي لبنان؟ ما فيش لبنان. في اليمن؟ كل ده كان متخطط في 2004. كل النهارده منطقة الشرق كان مخطط لإيران النهارده إن هي تبقى ما تمحاش من على الخريطة، ولكن تبقى بدون قدرات نووية. فراحوا ضربوا النهارده القدرات النووية بتاعت إيران، وسابوا الدولة موجودة بشوية الصواريخ اللي عندها. كان عندهم 2000 صاروخ، دمروا 40% من الصواريخ دي، وسابوا الباقي النهارده عشان يبقى فزاعة لدول الخليج، عشان هم يقدروا ياخدوا فلوس الخليج تحت بند ان انا بحميك من ايران. مش ده اللي حصل؟ ده اللي موجود. وادي ايران موجوده النهارده طبقا لمخططها. النهارده الدول دول الخليج. يعني ايه دوله النهارده ما كملتش مليون وعندها 2 قاعده عسكريه فيها ما يقرب من 1 مليون عسكري امريكي؟ تبقى دي دوله ملك قرارها، سيدة قرارها. موجود الكلام ده في قطر. العراق فيها قاعدة عسكرية، أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط. البحرين فيها، السعودية فيها. كل الدول العربية النهارده فيها قواعد عسكرية. قاعدة عسكرية أنت احتليت، قرارك مش بتاعك. ما يملى عليك أنت بتنفذه. المغرب النهارده أرادوا ليها إن هي تبقى دولة يهودية، بقت دولة يهودية. عدد اليهود اللي في المغرب النهارده اكثر من المغاربه. عدد الاصول اللي تملكت لليهود في المغرب اكثر من الاصول اللي بيتملكها المغاربه. عدد الوظائف المؤثره في الدوله المغربيه بيتقلدها يهود. فبقت دوله يهوديه. اللي بيعمل سد النهضه النهارده جنود من المغرب،
وسائل الدفاع الجوي على سد النهضة اللي يحرمك من مية الشرب ومية الري عساكر من المغرب. الدعم اللوجستي النهارده اللي كان بيروح لاسرائيل وهم بيقاتلوا اولادنا في غزه، دعم لوجستي عسكري ومدني كان بيروح من دوله الامارات في طيران الاماراتي. اللي دفع تكلفه حرب غزه بالكامل من الجنيه لغايه المليارات دوله قطر. اللي دفع فلوس سد النهضه النهارده الامارات والسعوديه. اثيوبيا النهارده فيها مش اقل من نص الاراضي اللي فيها بتزرع لصالح الامارات والسعوديه مقابل ان هم عملوا لهم السد. فانا اقصد من الكلام ده اللي انا بفسر فيه ما عادش فيه دوله تستند عليها. ما فيش دوله من ال 192 دوله الاخرين قلبها على دوله مصر. كان مرسوم لك النهارده المخطط بتاعك ان انت تتقسم وتتجزأ